مرحبا بكم اليوم ويانا برج الأسد، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا أسد، القراءة الأسبوع الأول من شهر جانيوري شهر الواحد، حنشوف كل الأحداث، كل التطورات اللي راح تصير وياك. طبعا القراءة تقدروا تسمعوها بأي وقت، مو شرط الأسبوع الأول، لأن هي طاقات. يعني حنقرأ الأسبوع الأول والشهر كله، وإذا في تواريخ لبعدين أكيد راح نقول عليها. وهي سنة 2026. أتمنى لكم هاي السنة سنة الخير وكل شيء جميل يصير وياكم. بسم الله. ولا تنسوا اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. سووا شير أو مشاركة لأصحابكم كلهم، وكمان اشتركوا وفعلوا زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. للحجز من جميع أنحاء العالم تقدروا تواصلوا عبر الفيسبوك، انستغرام، طاروت شاهين. بسم الله. برج الأسد، متشوش تفكيرك هاي الفترة، واي تفكيرك متشوش هاي الفترة. اكو شخص يرمي لك كلام باستمرار، يرمي لك كلام باستمرار، زعجك هذا الشخص، وده تحاول انه انت ما تهتم إله، تحاول انه انت ما تكون مهتم إله ابدا، بس ده تحس انه هو كشخص مستفز. شوف، هذا الشخص سواء كان حبيب، حبيبة، صديق، صديقة، مين ما كان يكون، يريد دايما يحس انه انت اقل منه، يعني باي شكل من الاشكال. هذا اللي هو يريد يحسه، دايما يريد يحس انه انت الاقل، ما يريد يحس انه هو الاقل منك، لا، يريد يحس هو اقل، انت اقل، عفوا، يعني يجن جنون اذا هو حس انه اقل منك. اكو بشارة راح توصل لك، هاي البشارة راح تغير حياتك، بس على شهر فبراير، غالبا على بداية رمضان بالضبط، يعني راح تكون. فهاي البشارة رهيبة، يعني رهيبة بكل مقاييسها، وما شاء الله يعني تجنن 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 تجنن. تعبت، بس اكو طاقة فرج، اكو تغيير جذري راح يصير بحياتك يا أسد. هاي السنة ما تشبه أي سنة أبدا، هاي السنة بيها اختلافات كبيرة، بيها أمور راح تصير وياك راح تحبها كثير. هذا الأسبوع محتاج تسيطر على أعصابك شوية، محتاج إنه أنت تلتزم الهدوء وتاخذ خطوات تكون سلولي ببعض الأمور، خطوات بطيئة خطوات بطيئة ببعض الأمور وليس الأمور كلها. أوكي. عندك زيادة نفقات هاي الفترة، تدفع فلوس على أمور هاي الفترة، ما حاب انت هاي المصاريف، لكن راح تقل على بداية يوم 20 راح تقل. هذا الأسبوع أكو انتبه من القيل والقال، من الحوارات، من أني أحبك بس شنو حخليك تحكي على شخص آخر عمود أوقعك بمشكلة. هذا الشخص انتبه منه، تمام، لأن هذا الشخص خبيث ولئيم وحقود، تمام. يقول لك إنه أنا أحبك وأريدك، لكن هو يريد يوقعك شنو مشكلة مع شخص آخر على حسب مصلحته هو، تمام. ومو لازم شخص يكون مثلا، يعني اكزامبل، صديق يكون متعارك متخانق مع شخص آخر، فأنت تروح تتعارك مع الشخص الآخر هذا على مود صديقك، ما لك دخل طالما الشخص هذا ما مسوي لك شيء. وبالتحديد هذا الأسبوع يا برج الأسد لازم تنتبه، طالما ما مسوي لك شيء لا تتدخل، لأن برج الجدي، الشمس داخلة ببرج الجدي، فاحذر من المشاكل والنفاق، لازم تكون هادي. عندك شوف، عندك هاي الفترة عصبية زايدة، هي مو زايدة، هي على حسب الظروف اللي انت دا تمشي بيها، لان هنا واضح انه بهذا الكارت انت مو مزاجك ابدا، يعني انت اوقات تريد تكون هادي قاعد بحالك، بس دائما دا تجي شنو، خلينا نقول هي المشاكل دا تجي تطرق بابك.
اكو دعوة مستجابة، اكو طاقة حمل هذا الشهر، عندك طاقة حمل. اهتم بنفسك، اهتم بصحتك، حاول تراجع على مود صحتك لان انت تعبان هاي الفترة، محتاج انه تنتبه. اوكي، ركز بصحتك على قد ما تقدر لانه واضح انه انت تعبان، فحاول انه تركز اكثر بنفسك وبصحتك. اكو طاقة تعب واضحة امامي، ومحتاج انه تروح تعمل تحاليل أشعة. أنت إذا تحس بألم خصوصا منطقة الظهر أو حتى العين الركب، فلازم إنه أنت تروح وتهتم بنفسك أكثر هاي الفترة على قد ما تقدر. يعني هاي الفترة راح يكون أكو تغييرات هواي حتصير بحياتك، هاي التغييرات إيجابية، حتكون تغييرات حلوة. الأمور أصلا الفترة القادمة راح تكون من صالحك، يعني الأمور راح تكون من صالحك. واضح إنه أنت تريد تتكلم مع شخص من الماضي، بس أوقات بدها تفكر، يعني أوقات كذا وأوقات كذا، أوقات بدها تفكر إنه ترمي كل الدفاتر القديمة، أوقات لا تحل الماضي. فأكو طاقة حيرة، يعني هي موجودة طاقة حيرة، أنت ما تعرف شو تسوي، حرفيا أنت ما تعرف شو تسوي، أنت حاير تعبان. أكو طاقة خوف إنه أنت ترجع تحكي وياه وهو يطنشك، هو بالفعل راح يطنشك فعلا، راح يتكبر عليك. خليه هو يرجع مع نفسه، لأن هذا الشخص شايف نفسه أصلا. تمام. خذ بالك هذا الشهر من الأشخاص اللي عايشين دور التكبر الغرور، هم أصلا أمتي من داخلهم فارغين، فخذ بالك من الأشخاص هاي، لا ترفع قيمتهم. اكو امرأة دايما تدعي لك بالخير دائما، والله سبحانه وتعالى دا يستجاب دعائها. خايف من شيء او معصب من شيء هاي الايام، يعني هذا الاسبوع. اكو بعملك راح يزيد الضغط عليك، لكن نتائجه رهيبة ما شاء الله، نتائجه حلوة. عندك رزق بالعمل راح يزيد، بس حيكون عندك رزق. انت حاير من ناحية العمل لان ناوي انه انت تنقل اصلا بالعمل، فانت ناوي اصلا انه تنقل. تريد تغير نفسيتك، تريد تغير الناس اللي حواليك، انت تحس بضغط منهم كبير، فانت جدا حاب موضوع الانتقال هذا. الانتقال هذا راح يكون ايجابي صراحة، بس خذ القرار على يوم 17 بالشهر، مو الآن. تمام. واضح انه انت الفترة القادمة حتكون فترة الرزق، حتكون فترة الرزق والخير، يعني الفترة القادمة راح تكون جدا فترة حلوة ومميزة وممتازة بذات الوقت. يعني فالطاقات لصالحك انت، الامور لصالحك انت، بس محتاج شوية تفكر بشكل مختلف يا أسد. هاي الفترة بالذات محتاج تفكر بشكل مختلف، لأن تفكيرك السابق لازم إنه ينتهي، لأن ما كان يجيب لك نتائج خصوصا مؤخرا. فابدأ فكر، مو بس كذا، أنت لازم تبدأ تفكر بشيء مختلف، لأن الأمور أو الأحداث اللي أنت حتدخل بها الفترة القادمة أصلا هي مختلفة، فلازم إنه تفكر بأشياء مختلفة. طاقة حمل واضحة، حتكون طاقة ولد. اكو احد بالعائلة دا يزعجك، امرأة دا تزعجك بالعائلة، تريد تهدم بيتك بس بطرق مختلفة، احذر منها، انتبه واحذر منها، لان هي تريد تهدم بيتك. اوكي، حروفها ميم حاء كاف راء، في حرف النون باسمها وباسم امها، فلازم انه تنتبه منها لانها خبيثة.
بس بشكل عام أمورك تمام وصحتك لو انتبهت عليها حتكون عسل. بالنهاية أتمنى لكم كل شي حلو كل شي خير. حبايبي اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. للحجز من جميع أنحاء العالم تقدروا تواصلوا عبر الانستغرام الواتساب والفيسبوك تارot أم شاهين. نشوفكم فيديو ثاني على خير. لا تنسوا الاشتراك، سووا لنا لايكات، تعليقاتكم. يومكم حلو.